عندنا هنا حاجه بقى اسمها السوفت ماكس ريجريشن. تعالوا نشوف اول ايه اللوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن هنا نفس الفانكشن بس بتعمل تو بوسيبل اوتبوت فاليوز، ما بتعملش الاكتر من اتنين. انت عندك هنا مثلا الايكويشن دي فمطلعه نسبه الاحتمال اللي هو 71%، فبالتالي انت بتقدر تستنتج ان احتمال الصفر 29%. ليه؟ لان مجموع الاحتمالات دايما بيبقى واحد، فلما احتمال الواحد بيبقى 71%، فاحتمال التاني او الصفر بيبقى 29%. فعندنا هنا الجنرال فورم بتاع السوفت ماكس ريجريشن هي بالشكل ده، بس تعالوا نوضحها الاول بمثال وهنرجع لها تاني دلوقتي. فعندنا هنا السوفت ماكس ريجريشن لاربعه بوسيبل اوتبوتس اللي هو 1 و2 و3 و4، او اكس ودايره مربع ومثلث وهكذا. فبنستخدم نفس الايكويشن في كله، بس بتتحسب ازاي بقى؟ عندنا عشان تحسب احتمال مثلا الواحد، فبتجيب احتمال الواحد ده وبتقسمه على مجموع الاحتمالات كلهم، زي ما انت شايف هنا كده اي زد واحد على اي زد واحد زائد اي زد اتنين، زي يعني بيتقسم على مجموع الاحتمالات كلها، ففي الاخر بيطلع لك الناتج. فده كده كان الناتج بتاع 30%، 30% يعني بتاعت الواحد. هتفضل ماشي بقى على نفس الريتم ده. عندك مثلا الاتنين هتلاقي هو احتمال الاتنين على مجموع الاحتمالات كلها وطلعت 20%، ولو جيت تجمع مجموع الاحتمالات دول كلهم هتلاقيهم بواحد، وده منطقي يعني. تعالوا نرجع بقى للجنرال فورم. هتلاقي هنا دي الايكويشن العاديه بتاعتنا، بس بقى الجنرال فورم اللي هي احتمال، يقول لك لما انت تيجي تجيب احتمال حاجه بتجيب احتمال الحاجه دي بس وبتقسمها على مجموع الاحتمالات اللي عندك او مجموع الحاجات كلها اللي موجوده. فهنا وهنا برضو بيقولك ان مجموع الاحتمالات بتساوي واحد في الاخر. تعالوا بقى نشوف الكوست بتاع السوفت ماكس ريجريشن. الكوست بتاع اللوجيستيك ريجريشن كلنا عارفينه، زي برضو قلنا قبل كده. انت دي الايكويشن عادي، ودي يعني دي الايكويشن عادي، واحد على واحد زائد اي اوف سالب زد، دي بتطلع واحد، ودي خاصة بالصفر. بتستخدم بقى هنا الايكويشن بتاع اللوس زي ما كنا عارفينها قبل كده، ودي بتبقى الافريج لوس. تعالوا بقى نشوف السوفت ماكس ريجريشن. السوفت ماكس ريجريشن هنا بتبقى خاصة بكذا اوتبوت، مش مقتصرة على تو اوتبوتس بس اللي هي واحد او صفر، لا هنا عندك كذا اوتبوت. فبالتالي بتستخدم حاجة اسمها كروس انتروبي لوس، بحيث انها يعني تعمل لوس على كل الاوتبوت بتاعها. والطريقة دي بتستخدم اللي هي اللوغاريتم عشان تجيب الفروقات بتاع اللوس بتاع يعني بتاع البوينتس كلهم، مش مجرد بوينت واحده. زي ما انت شايف هنا الجراف عامل يعني جراف بحيث ان هو يبقى عامل فيت على البوينتس كلهم. فالكوست بتاع السوفت ماكس ريجريشن هو عباره عن كروس انتروبي لوس.